من اللحظة الأولى اللي بتنزل فيها من الطيارة بتحس بشي مختلف، مو بس لأنك بأقصى جنوب الأرض، بس لأنه كل شي حواليك عم يحكي. الهوا، الوجوه، اللغة، وحتى الشوارع. هي الأرجنتين، بلد ما بيمشي على نمط وما بترسمه صورة، بلد لازم تعيشه لحظة بلحظة. هي مو مجرد رحلة، هي حكاية. بيونس آيرس، العاصمة المجنونة، مدينة بتحسها لاتينية القلب، أوروبية الروح. هون الناس بيحكوا بسرعة، بيضحكوا من قلبهم وبيرقصوا التانجو بنص الشارع. كل زاوية فيها قصة، كل مبنى فيه أثر من إسبانيا وإيطاليا أو حتى فرنسا. المقاهي هون مو بس لمكان لتشرب قهوة، هون مكان للنقاش، للحياة، للفن. الليل هون ما بينام، من الموسيقى، الرقص، بتحس المدينة لوحة فنية. والغريب رغم كل الزحمة بتحس بالراحة، لأنك عم تمشي بين ناس عايشين الفن بكل أشكاله. شلالات إيغوازو، روعة طبيعية، والمشهد مستحيل ينوصف. صوت المي بيغطي على كل شي، أكتر من 270 شلال جنب بعض، بتوقف قدامهم بتحس حالك نقطة قدام هالقوة. كل زاوية فيهم بتحسها مشهد من فيلم، بس هون كل شي حقيقي. باتاغونيا، نهاية العالم، المنطقة اللي بيفكر فيها المغامرين قبل أي حدا تاني. صحراء ممتدة، جبال، بحيرات جليدية. أوشوايا، آخر نقطة جنوب الكرة الأرضية قبل ما تدخل عالم الجليد الكامل. المدينة محاطة بجبال الأنديز والمياه الباردة، فيها متحف البحار وسجن تاريخي كانوا يستخدموه قبل قرن. بس الناس هون مبتسمة، طيبة وقوية. هون فيك تشوف الحيتان والبطاريق والطيور الغريبة. أكتر شي شدني بالأرجنتين هي الناس بسيطة، بتحب الحياة وبتتشاركها. كل حدا حامل كاسة متة وبيعرض عليك تشرب منها كأنه صاحبك من سنين. الأسواق فيها حياة، الأطفال عم يلعبوا والضحكة موجودة رغم كل شي. بتقعد بالقهوة مع حدا بتلاقيه عم يحكي بالسياسة، بالفن، بكرة القدم. الأكل، الأسودا والمتة. الأرجنتين جنة عشاق اللحمة. الأسودا مو بس لحمة مشوية، هو تقليد، احتفال. بيحطوا اللحمة على نار بطيئة وساعات عم تنطبخ، والريحة بتجنن. والمتة مشروب لازم تتعلم كيف تسكب، كيف تمسك، وكيف تشارك. تانجو والثقافة، بالأرجنتين الموسيقى بتحكي. التانجو رقصة ومسرح وإحساس بنفس اللحظة. تمشي بالشارع بتشوف الناس عم يرقصوا، بعيونهم قصة. غير التانجو في عندهم سينما قوية، مسرح، وشوارع مليان جدران فنية. كرة القدم أكتر من مجرد رياضة. الأرجنتين ما بيحبوا كرة القدم، بيعيشوها لحظة بلحظة. الأرجنتين مرت وعم تمر بصعوبات كبيرة، التضخم الجنوني، الأسعار بتتغير بين اليوم والتاني. بس بتفوت على الشارع بتلاقي الموسيقى، بتفتح التلفزيون بتسمع الضحكة. الناس عندها قدرة على خلق الفرح، وهون بتفهم الجمال مو دائما بالمادة. التاريخ هون مليان دروس، من الاستعمار الإسباني للثورات للأنظمة الدكتاتورية. بلد عاش مآسي وناضل كتير حتى صارت الديمقراطية. كل ميدان، كل تمثال، كل شارع فيه قصة، والناس لسه بتتذكر، بتحكي، ولسه بتحاول تبني المستقبل المختلف. الأرجنتين فيها تنوع ضخم، من الأوروبيين المهاجرين للسكان الأصليين للناس من الشرق الأوسط. في جالية عربية كبيرة ولبنانية وسورية، وكل هذا خلى فيها نكهات متعددة، بالأكل، باللغة، بالموسيقى. بتشوف أوروبا، أمريكا اللاتينية، والشرق كلها بنفس واحد. إذا بدك تسافر الأرجنتين جهز حالك للمسافات الكبيرة والطرق الطويلة. فيك تسافر بالباصات المريحة أو بالطيران الداخلي. كل منطقة مختلفة، الطقس، طبيعة، حتى الناس. وهون كل سفرة قصة بحد ذاتها. الأرجنتين بلد ما بينشاف من الصورة، بينعاش. إذا وصلك هالإحساس بالفيديو
فالرحلة وصلت، خبروني بالتعليقات أي مشهد حبيتوه وين بتحلموا تزوروا، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبشوفكن برحلة جديدة. سلام.